الدقيقة 92 و43 ثانية. المكان استاد برج العرب. التاريخ 8 أكتوبر سنة 2017. الصمت كان مالي كل الأماكن في مصر. الناس على القهاوي وفي البيوت مستنين أي لعبة، أي شوطة، على أمل إن حلمهم يتحقق. الحلم اللي كان على بعد خطوة واحدة بعد انتظار أكتر من 27 سنة. علشان يقطع الصمت الرهيب ده صوت مدحت شلبي وهو بيقول: ضربة جزاء، ضربة جزاء، الله أكبر، الله أكبر. علشان يرجع الصوت تاني وترجع الاحتفالات وسط الشوارع. الاحتفالات اللي كانت ناقصة بسبب تفكيرهم يا ترى مين هيشوطها؟ هل محمد صلاح النجم الأول في منتخبنا ونجم فريق روما في الوقت ده، ولا هيشوطها تريزيجيه اللي جاب ضربة الجزاء أصلا، واللي من وقت ما نزل في الدقيقة 55 وهو عامل ماتش حلو جدا؟ علشان يقطع التفكير كتير قوي ده لقطة محمد صلاح وهو رايح ياخد الكرة علشان يتحمل هو الضغط ويشيل الحرج عن باقي الفريق. لحظة الصمت رجع فيها تاني. الجمهور في المدرجات متوتر، الناس في الشارع خوفها بيزيد اكتر ان بعد كل ده الحلم ممكن يضيع. لحظة عدت كأنها دقايق، لكن محمد صلاح بيجري بدون تردد ويحقق حلم المصريين كلهم في الوقت ده. وابا الله 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 يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله. لو انت مش مصري ممكن تفتكر ان اللحظة دي الفرحة كان مبالغ فيها شوية، وانه معقول كل الفرحة دي عشان مجرد صعود بس لكاس العالم. بس الحقيقة انها مش كده خالص، لان الشعب المصري هو من اكتر الشعوب حبا للكورة، وانقطاعهم عن اهم حدث كروي اللي هو كاس العالم لمدة 27 سنة هو مش حاجة سهلة بالنسبة لهم. لكن هنا هيبقى السؤال الاهم: ازاي شعب بيحب الكورة كده باجيال تاريخية ولاعيبة كانوا من الافضل في افريقيا فشل انه يصعد كاس العالم لمدة 27 سنة؟ وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. فجهز كوباية الشاي وتعالى نرجع مع بعض رحلة لسنة 90. يا خبر أبيض، يا ساتر جوه الجول مصطفى حاج. مش ممكن، حرام عليك يا طارق. في تصفيات كأس العالم 90 اللي صعدت فيها مصر، رغم ان عدد مقاعد افريقيا كان مقعدين بس، وصعدت بعد اداء ملحمي في الدور الثالث من التصفيات في مباراتين امام الجزائر بتعادل سلبي في الجزائر وهدف وحيد في مباراة العودة في مصر برأسية حسام حسن. الحمد لله وصلت مصر إلى العالمية. قدر المنتخب انه يصعد وقتها لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد النسخة الأولى سنة 34، وكمان قدر انه يطلع بنتائج مشرفة بعد تعادلين امام هولندا وايرلندا وهزيمة وحيدة امام انجلترا رغم الخروج من دور المجموعات وكمان في المركز الاخير. لكن النتائج هنا خلت المنتخب والشعب المصري يطمع انه ليه ما يصعدش كأس العالم 94 ونكرر التجربة، ويمكن وقتها نعمل حاجة فعلا. وركز انا بقول نتائج مش اداء، لان احمد شبير في ماتش ايرلندا كان سبب ان الفيفا تعدل قوانينها، وده لان في كاس العالم ده كان مسموح ان الكرة ترجع من رجل المدافع ويمسكها الحارس عادي. الموضوع اللي اتكرر في الماتش ده كتير جدا وضيع وقت كتير من الماتش علشان المنتخب كان عايز يوصل للتعادل اللي فعلا وصل له. وبعدها طلع الفيفا قوانين الباك باص، وهو ان الحارس ممنوع يمسك الكرة لو زميله بصها له برجله. ورغم كل ده الا ان التركيز كله كان على التصفيات اللي بعد كده، وهي تصفيات كاس العالم 94. نظام التصفيات هنا اختلف شوية عن النسخة اللي قبلها، لأن عدد المقاعد الأفريقية زاد من مقعدين ل3 مقاعد، ونظام التصفيات بيكون متقسم لمرحلتين زي ما هنوضح كده. المرحلة الأولى وهي تقسيم المنتخبات على 9 مجموعات، وكل مجموعة من 4 منتخبات، واللعب بيكون بنظام الذهاب والإياب، يعني كل منتخب هيلعب 6 ماتشات علشان ناخد متصدر كل مجموعة من ال9 دول ونروح للمرحلة النهائية. المرحلة اللي كانت عبارة عن تقسيم ال9 منتخبات دول على 3 مجموعات بنظام الذهاب والإياب برضه، وبعد كده ناخد ال3 المتصدرين من ال3 مجموعات ويصعدوا لكأس العالم. مجموعة مصر في المرحلة الأولى وهي مجموعة سي ضمت أنجولا وتوجو وزيمبابوي. مصر بتفوز على أنجولا 1-0 بهدف حسام حسن في الافتتاحية، وكمان بتقدر إنها تفوز على توجو 4-1، وفي المباراة الثالثة بتقابل زيمبابوي اللي كان منتخب قوي وقتها، وبتخسر مصر بنتيجة 3-1، ولكن بتقدر إنها تعدي الخسارة دي بتعادل مع أنجولا وفوز تاني على توجو.
علشان نروح للجولة الأخيرة وترتيب المجموعة كالآتي: زيمبابوي في المركز الأول ب9 نقط، ومصر في المركز الثاني ب7 نقط، أما أنجولا في المركز الثالث ب4 نقط، وتوجو في المركز الأخير بدون نقاط. هتقولي ازاي مصر كسبت 3 ماتشات وتعادلت ماتش ومعاها 7 نقط بس؟ هقولك لان كل البطولات الافريقيه في الوقت ده ولحد قبل سنه 1995 كانت بتعتمد الفوز بنقطتين بس والتعادل بنقطه وحيده، النظام اللي اتغير بشكل كامل في سنه 95 علشان يتحول الفوز ب3 نقاط. المهم نرجع لترتيب المجموعه. المباراه المتبقيه لمنتخب مصر وهو منتخب زيمبابوي، لا وكمان المباراه على استاد القاهره الدولي. فرصة مصر في الصعود للمرحلة الثانية كان لا بديل عن الفوز، أما زيمبابوي كان التعادل كافي ليهم الصعود. وفي 28 فبراير 1993 بيبتدي الماتش، والجمهور يومها كان عايز يضغط على لعيبة منتخب زيمبابوي بكل حاجة عنده علشان يفقدوا تركيزهم ولاعيبتنا تدخل المباراة أكتر، لكن الجماهير بتحس إن خطتها فشلت لما في الدقيقة 5 بينجح إيجن تساو إنه يسجل الهدف الأول لمنتخب زيمبابوي في وسط صدمة كبيرة لكل لعيبة المنتخب وكمان الجمهور في المدرجات، الصدمة اللي خلت اللعيبة تدوس على نفسها أكتر علشان ينجح المنتخب إنه يسجل التعادل عن طريق أشرف قاسم في الدقيقة 32. مش بس كده، لا ده بعدها ب8 دقايق بس بينجح حسام حسن إنه يسجل الهدف الثاني من مرتدة من صناعة أحمد الكاس علشان ينفجر الجمهور في المدرجات، وفعلا بينجح المنتخب انه يحافظ على النتيجة دي وبينتهي الماتش بفوز منتخب مصر ونجاحه في تصدر المجموعة. الى ان كان في مشهد قبل هدف حسام حسن الناس ما كانتش فاهماه، وهو لقطة المدرب منتخب زيمبابوي وهو واقع على الارض وبياخد العلاج، لا وكمان بيخرج من اللقطة دي راسه مربوطة، اللقطة اللي كل وقتها قال انها عادي بتحصل في كل الماتشات، لكن اللي ما كانش يعرفه جمهورنا وقتها وهو ان الحكم وقتها سجل الحادثة في التقرير بتاعه، وان سبب اصابة المدرب هي طوبة اتحدفت من مدرج الجمهور المصري. الموضوع ما وقفش على كده بس، لا كمان زيمبابوي قدمت شكوى رسمية للفيفا معاها صور لإثبات الحادثة. الفيفا درست الشكوى وقررت قرارين، وهما إلغاء نتيجة المباراة، لا وكمان إعادة المباراة على أرض محايدة علشان تتعاد المباراة بتاريخ 16 إبريل 1993 في ليون في فرنسا. والمرة دي بيفشل المنتخب في تحقيق الفوز وبيضيع مجدي طلبة الفرصة الأسهل لمنتخب مصر في المباراة بطريقة غريبة جدا علشان تخلص المباراة بالتعادل السلبي، التعادل اللي كان كافي انه يصعد منتخب زيمبابوي للدور الثاني في التصفيات على حساب منتخب مصر. منتخب زيمبابوي اللي ما قدرش يصعد هو كمان لكاس العالم لانه وقع مع الكاميرون في نفس المجموعة اللي كان منتخب قوي جدا وقتها، علشان بعد نهاية التصفيات يصعد 3 منتخبات افريقية لكاس العالم وهم نيجيريا والمغرب والكاميرون. نظام التصفيات برضو اختلف، وده لان نظام كاس العالم نفسه اختلف وزاد من 16 منتخب ل 32 منتخب، وبالتالي فعدد المقاعد الافريقية زاد من 3 ل5 مقاعد، وده اللي خلى نظام التصفيات يختلف. النظام برضو كان على مرحلتين ولكن مختلفين عن آخر مرحلة. المرحلة الأولى هنا كان للمنتخبات اللي تصنيفها أقل هتلعب مع بعضها ماتش بنظام الذهاب والعودة علشان يكتمل عدد المنتخبات مع المنتخبات اللي تصنيفها عالي إلى 20 منتخب متقسمين في 5 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات بيلعبوا برضو بنظام الذهاب والعودة علشان المتصدر من كل مجموعة يتأهل على طول لكاس العالم. بتتعمل القرعة ومصر بتقع في المجموعة التانية مع تونس وليبيريا وناميبيا. مجموعة من بره تبان سهلة شوية، ولكن منتخب تونس وقتها كان منتخب صعب جدا، فبتشكيلة بقيادة علي بومنجل وحكيم نويرة وحاتم الطرابلسي ورياض الجلاصي واسكندر السويح كان منتخب صعب حتى التعادل معاه. ده غير ليبيريا بقيادة الإفريقي الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية جورج ويا، واللي كان في أحسن فتراته كمان في الوقت ده. الموضوع اللي خلى مهمة مصر صعبة جدا في الوقت ده، ولكن التركيز كان لازم، فالجمهور مش حمل صدمة تانية زي تصفيات 94. مش بس كده، لا ده كمان عايز يعوض الجمهور عن الخروج من دور ربع النهائي في كأس الأمم عن طريق منتخب زامبيا بعد الخسارة بنتيجة 3-1. يا نادر جوه جول. وفعلا بتبتدي التصفيات في 8 نوفمبر 1996 في ماتش جمع بين منتخب مصر ومنتخب ناميبيا، وبيقدر المنتخب وقتها انه يكسب الماتش الافتتاحي بسكور كبير بنتيجة 7-1.
سجل الأهداف وقتها هاتريك لعلي ماهر، وهدف لأحمد حسن، وهدف لإبراهيم حسن، وهدفين لحسام حسن. الانتصار اللي طمن المصريين شوية إنه في أمل إن منتخبهم يوصل كأس العالم تاني بعد غياب 8 سنين، وإنه ممكن وليه لأ. الأمل اللي بيتكسر بعد مواجهة منتخب تونس في المباراة التانية في التصفيات وخسارة بنتيجة 1-0 بهدف لرياض الجلاصي في الدقيقة 87. مش بس كده، لا دي المباراة الثالثة بتتكرر الخسارة بنفس النتيجة قدام ليبيريا بهدف نجمهم الأول جورج ويا. الخسارتين اللي قللوا من أمل مصر في الصعود بشكل كبير. فبعد 3 جولات ونهاية الدور الأول من المجموعة بتكون مصر في المركز الثالث ب3 نقط، على عكس تونس اللي في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وليبيريا في المركز الثاني ب4 نقط، وفي المركز الرابع ناميبيا بنقطة واحدة. الموضوع اتصعب أكتر وخلى مهمة مصر تكاد تكون مستحيلة، لكن المنتخب بيكمل وبيقدر انه يكسب ليبيريا وناميبيا ويتعادل مع تونس. ولكن النتائج دي كانت بدون اي تأثير، لان تونس كانت ضمنت الصعود قبل جولة كاملة من التصفيات. علشان تنهي مصر التصفيات في المركز الثاني بفارق 6 نقط كاملين عن منتخب تونس، وتفشل للمرة الثانية على التوالي للصعود لكأس العالم. منتخب تونس اللي صعد معاه نيجيريا وجنوب أفريقيا الكاميرون والمغرب علشان يسافر ال5 منتخبات لفرنسا، والمنتخب المصري يبدأ التجهيز للتصفيات اللي جاية. عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات بيزيد تقريباً ل50 منتخب، فالنظام بيتغير. المرحلة الأولى بيلعب ال50 منتخب كلهم مع بعض، كل منتخبين بيلعبوا ماتش بنظام الذهاب والعودة علشان يتبقى 25 منتخب. والمرحلة الثانية ال25 منتخب دول بيتقسموا على 5 مجموعات، والمتصدر من كل مجموعة بيصعد على طول لكأس العالم. في المرحلة الأولى مصر بتقابل منتخب موريشيوس وبتقدر إن هي تكسبه بمجموع المباراتين 6-2 علشان تتأهل لمرحلة المجموعات، واللي بتقع مصر فيها مع 4 منتخبات وهم الجزائر والمغرب والسنغال وناميبيا. ولأنك دايما بتضيع رصيدك عند الجمهور، فالمنتخب على الرغم من فوزه أفريقيا 98 إلا إنه كان لسه طالع من أفريقيا 2000 من ربع النهائي عن طريق تونس برضو بنتيجة 1-0، فكان لازم تصالح جمهورك أو على الأقل تقدم أداء يرضيهم. بس المجموعة كانت صعبة جدا، فمعاك المغرب المنتخب اللي صعد آخر نسختين كأس العالم وقتها اللي هم 94 و98. ده غير إن في نسخة 98 كان قريب جدا من إنه يصعد لدور ال16 بعد أداء حلو جدا وتجميعه على 4 نقط من 3 مباريات، وده عن طريق التعادل مع النرويج 2-2 والفوز على اسكتلندا 3-1 والخسارة من البرازيل بنفس النتيجة. ال4 نقط دول اللي كانوا كفاية إنه يصعد لولا مفاجأة النرويج بفوزها على البرازيل بثنائية نظيفة. الجيل ده المنتخب المغرب كان بيضم لاعيبه كبيره زي نور الدين النايبت، مصطفى حجي، ويوسف روسي، عبد الكريم الحضروي، إدريس بن ذكري، غريب أمزين، ويوسف شيبو. المنافس الثاني وهو منتخب السنغال اللي على الرغم من انك قدرت تكسبه في بطولة الأمم سنة 2000 في دور المجموعات بنتيجة 1-0 عن طريق حسام حسن، إلا إنه كان بيبني وقتها منتخب قوي جدا من لعيبة أغلبها محترفين في الدوريات الأوروبية. فبتشكيلة جمعت بين الحاج ديوف، هنري كامارا، ولامين دياتا، وفرديناند كولي، وحبيب بيه. كان لازم أكيد المنتخب المصري يعمل له حساب ويعرف إن الماتشين بتوعه مش هيكونوا سهلين عليه، ده غير منتخب الجزائر اللي على الرغم من إنه كان بيمر بفترة صعبة إلا إن الأسماء اللي موجودة في المنتخب كانت كفيلة إن تسبب قلق في أي وقت على أي دفاعات. فالمنتخب كان بيضم جمال بالماضي ورفيق صيفي، معمر مأموني، عمر بالباي، وعلي بن ربيعة. أما ناميبيا كان الطرف الأقل خطورة في المجموعة كلها، ولكن بما إن عدد المجموعة فردي فكان لازم فريق يريح كل جولة لأن هيكون في 4 منتخبات بيلعبوا بعض. وفعلا بيبتدي مشوار مصر في التصفيات من الجولة الثانية، ولكن قبل المباراة دي في الجولة الأولى ما كانتش خالية من المفاجآت. فمنتخب الجزائر بيتعادل بنتيجة 1-1 مع السنغال بضربة جزاء كان عليها كلام كتير جدا وقتها، ده غير المفاجأة الأكبر وهي تعادل منتخب المغرب مع ناميبيا تعادل سلبي، وده اللي خلى كابتن محمود الجوهري يخرج بتصريح وقتها ويقول نسعى لصدارة المجموعة من السنغال. ولكن في 9 يوليو 2000 بتتلعب الجولة الثانية وبيتلعب ماتش مصر مع السنغال اللي بينتهي برضه بالتعادل السلبي في مباراة غريبة ضيع فيها حازم إمام فرصة سهلة قوي. حازم يا خبر أبيض!
واتلغى المصري هدف صحيح بداعي التسلل. اما مباراة المغرب والجزائر فانتهت بفوز المغرب بنتيجة 2-1 بعد مفاجأة الجزائر في الشوط الاول بتقدمها بنتيجة 1-0، ولكن كاماتشو كان ليه رد مختلف بتسجيله هدفين في مرمى المنتخب الجزائري علشان يكون ترتيب المجموعة وقتها المغرب في الصدارة ب4 نقط، السنغال الثاني بنقطتين، ومصر بنقطة، والجزائر بنقطة، وناميبيا بنقطة. الكلام ده وكان كل من مصر وناميبيا لاعبين ماتش واحد بس، على عكس باقي المنتخبات لاعبين مباراتين. بندخل للجولة الثالثة ومصر هتلاعب المغرب على استاد القاهرة، والمصريين كلهم قلقانين لأن سجل مواجهات مصر مع المغرب مش مبشر خالص. ففي 20 مباراة وقتها لعبت مصر والمغرب فيهم مع بعض، نجحت مصر إنها تكسب منهم 2 بس وتتعادل في 6، وفي المقابل خسرت 12 مباراة. سجل مواجهات مش مبشر خالص. فهل هتكون دي المباراة اللي تكسر العقدة؟ بتبتدي المباراة وسط ضغط مصر كبير وتضييع فرص بطريقة غريبة من رأسية ميدو في العارضة، وتضييع حسام حسن لفرص كتير لحد آخر اللحظات لما جت أخطر فرصة في المباراة كلها. حرام عليك يا طارق. وبيضيع على مصر فوز كان هيبقى مهم جدا في مشوارها في التصفيات علشان تنتهي المباراة بالتعادل، علشان يبقى التعادل الثاني لمصر في المجموعات والتعادل السابع في مواجهات المنتخبين. وفي الناحية التانية كانت السنغال مريحة الجولة دي علشان تدي الفرصة للجزائر إنها تكسب ناميبيا بهدف من ركلة حرة لجمال بالماضي علشان تنتهي الجولة الثالثة من التصفيات، ويكون ترتيب المجموعة المغرب ب5 نقط، الجزائر ب4 نقط، والسنغال ومصر بنقطتين، وناميبيا نقطة واحدة. ده مع العلم اللي كان الجزائر والمغرب هما الوحيدين اللي لعبوا 3 ماتشات وقتها، وباقي المنتخبات كانوا لعبوا ماتشين بس. بنرجع للجولة الرابعة والمغرب بتقابل السنغال على أرضها في خطوة تقربها أكتر من انفراد بالصدارة، ولكنها بتفشل إنها تسجل في مرمى السنغال علشان تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، علشان مصر تزيد فرصتها إنها تقرب في المنافسة. وكمان أنت عندك ناميبيا حصلت المجموعة، يعني الفوز سهل. ولكن كعادة منتخبنا في التصفيات بتتعادل مع ناميبيا في آخر الدقايق بهدف إبراهيم سعيد بعد ما كانت هتخسر كمان وتضيع على نفسك فرصة إنك تقرب من الصدارة. وندخل للجولة الخامسة، السنغال بتقدر إنها تدوس على ناميبيا برباعية نظيفة، ومصر بتستضيف الجزائر في الماتش الأحلى لمنتخب مصر في التصفيات بعد فوز المنتخب المصري 5-2. علشان يكون ترتيب المجموعة السنغال في المركز الأول ب6 نقط، والمغرب ومصر في المركز الثاني والثالث بنفس عدد النقط، والجزائر في المركز الرابع ب4 نقط، وناميبيا في المركز الأخير بنقطتين. ولكن مع العلم إن مصر هي المنتخب اللي هيريح الجولة اللي جاية علشان ندخل للجولة السادسة، الجزائر والسنغال على أرض السنغال، والمغرب وناميبيا في الدار البيضاء. المباراتين اللي بيخلصوا بدون أي مفاجآت بنفس النتيجة. فازت المغرب والسنغال على ناميبيا والجزائر بثلاثية نظيفة. علشان نروح للجولة السابعة وأخيرا مصر هتلعب، ومصر هتلاعب مين؟ المتصدر السنغال. وعلى غير العادة المنتخب بيكسب بدون أي مفاجآت حزينة زي ما عودنا في المجموعة دي بهدف لأحمد حسام ميدو من عرضية من محمد عمارة. عرضية حلوة. أما المغرب والجزائر فالمباراة بتنتهي بنفس النتيجة، مباراة الذهاب 2-1 للمنتخب المغربي. علشان يكون ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة المغرب في المركز الأول ب12 نقطة، السنغال في المركز الثاني ب9 نقط، ومصر في المركز الثالث ب9 نقط، والجزائر الرابع ب4 نقط، وكالعادة ناميبيا الأخير بنقطتين. في الجولة الثامنة الجزائر بتقابل ناميبيا وتكسبها برباعية نظيفة بعد سلسلة من الهزايم للمنتخب الجزائري. المباراة الثانية كانت الأهم للمنتخب المصري، فمباراة مصر والمغرب في الدار البيضاء كانت الأمل الأخير لمصر في الصعود بأنها تكسب المنتخب المغربي، ولكن سجل المواجهات السيء مكمل معانا هنا، فبهدف لمصطفى حج في الدقيقة 30 بيقدر يخطف الفوز للمغرب. يا ساتر جوه جول، يا ساتر جوه جول مصطفى حج. علشان تخسر مصر نسب كبيرة من فرص التأهل لكأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، ولكن المنتخب كان مكمل على أمل إن السنغال أو المغرب حد منهم يقع. ولأن فرق الأهداف اللي كان هو العامل الأهم في ترتيب المجموعة، بتدخل مصر الجولة التاسعة قدام ناميبيا وبتحاول تجمع أكبر عدد من الأهداف علشان تتفوق في الترتيب في حالة التعادل في النقط. وفعلا بتقدر مصر إنها تكسب ناميبيا بنتيجة 8-2 في استاد القاهرة. طبعا ما نقدرش ننسى الهاتريك الأسرع في تاريخ الكرة المصرية من الكابتن عبد الحميد بسيوني، ده بعد ما نجح في الماتش ده إنه يسجل هاتريك في 4 دقايق بس. لكن ترد الكرة والهاتريك وعبد الحميد بسيوني
في الناحية التانية كانت السنغال بتكسب المغرب على أرض السنغال. علشان يكون ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة، هي المغرب في المركز الأول ب 15 نقطة، والسنغال في المركز الثاني ب 12 نقطة، ومصر في المركز الثالث ب 12 نقطة، والجزائر الرابع ب7 نقط، أما ناميبيا الأخير بنقطتين. بس كان في حاجة، إن المغرب خلاص خلص كل ماتشاته، وعلشان يصعد لازم السنغال تخسر من حصالة المجموعة ناميبيا، وده شيء غريب ومش ممكن. ومصر برضو كانت مستنية نفس النتيجة تحصل مع الفوز على الجزائر علشان تصعد هي كمان، ولكن السنغال بتدخل تخلص الخناقة دي في الجولة الأخيرة بفوزهم على ناميبيا بخماسية نظيفة تضمن ليهم التأهل بشكل رسمي على حساب المغرب اللي خرج في المركز الثاني بفارق الأهداف، ومصر في المركز الثالث ب 13 نقطة بعد التعادل مع الجزائر. والموضوع بدأ يبقى عودة، دي تالت تصفيات على التوالي ما نتأهلش، وكمان بسيناريوهات غريبة وبحظوظ أغرب. بيتأهل لنسخة كأس العالم 2002 من أفريقيا مع السنغال 4 منتخبات تانية، وهم الكاميرون ونيجيريا وتونس وجنوب أفريقيا. وبيتسطر في تاريخ المنتخب المصري عقدة كبيرة اسمها الصعود لكأس العالم.